صباح الخير على احلى فانز في الدنيا. معلش انا اتاخرت عليكم النهارده عشان كان عندي غسيل ومسح. أهلا بحضراتكم. نبدأ بصلاة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ملخص فيلم جديد بتاع النجم أميتاب باتشان. أرجو لكم الاستمتاع بالملخص والتعليق عليه، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. دمتم في أمان الله. سلام. بيبدأ الفيلم بديفيد بعد ما خرج من السجن وراح الكنيسة. بيفتكر هنا ماري وهي في جوازها، ليلة جوازها. قالت أنا بحب الواد الجميل ده ومش هتجوز العريس اللي معايا، وفعلا بتتجوزه غصب عن أهلها، وكمان بتعلموا القراية والكتابة. اتعلم وبعد كده بيخلفوا طفل جميل أوي أوي اسمه فيجي. وهنا المعلم ديفيد شغال في حزب، جاهل وشغال في حزب وبيقول خطب عديها. وهنا صاحبه واقف معاه، راح لرئيس الحزب يقول له سمي ابني، فسماه فيجي. لكن ماري عجبت رئيس الحزب جدا، بتبص لها بصات غريبة وبيحاول يتحرش بيها ازاي سافل وابن كلب. وبعدين قال له بقول لك ايه يا عم ديفيد، حاول انت بكرة تطلع طلعة كده وتعمل وقفة احتجاجية عشان الشرطة تقبض عليه ويتسجن، وهي تروح له وتترجاه يطلعه، وهو يضحك عليها ويدخلها أوضة عشان تكلمه في التليفون. وهنا يدخل عليها ويقلع تبان القرعة بتاعته، وهنا يقلع تاني بان الكرش بتاعه، فتنط من الشباك وتقع. لكن مسكين ابنها بيهددوها ان هم هيرموه من فوق، فتضطر تدخل تاني ويغتصبها النادل ابن النادل. ويطلع ديفيد من السجن يلاقي الدنيا منصوبة في يا صاحبي مميش، يخش يلاقي مراته منتحرة، وكمان في ايدها ورقة كاتبة فيها ان المعلم رئيس الحزب هو اللي عمل فيها كده، منتحرت لانها شريفة وعفيفة. يجري عشان يضربه ديفيد ويخلص منه، تقبض عليه الشرطة. وهنا يقول له الظابط فيه ايه؟ قال له اقرا يا باشا الورقة دي اعتراف من مراتي ان ده اللي اغتصابها. قال لهم ماشي، حطوا الكلبشات في ايده، وضحك على المعلم ديفيد وخلاه يكتب امضته او يمضي على ورقة بيضة. وهنا بيخلص المعلم من الكلبشات، وحبسوا المعلم في أوضة عشان في الآخر يسجنوه. وراح له الدكتور قال له أنا في صفك ما تخافش أنا واقف جنبك، اهدى كده، هات لي يا عم كبريت ولع في الورقة. وبعد كده خدوه على المحكمة عشان يتحاكم. الضابط هنا قال لهم ديفيد هو المجرم والجاني، والدكتور قال لهم ده ماتت من تعذيبه، ده راجل مفتري وقاسي. ورئيس الحزب ابن اللذينة بيقول لهم خلي بالكم ده كانت ماشية شمال، وانا راجل شريف. واتحكم المعلم ديفيد ب25 سنة سجن مؤبد اشغال شقة. يلا يا معلم ادخل السجن. وهنا قال لي صاحبه ما راح يزوره عايز ابني ده يطلع واد مجرم ومقطعها، عشان اما اخرج نعرف ناخد بطار امه. فاهم يا صاحبي؟ قال له فاهم يا ديفيد. نرجع لديفيد وهو داخل الكنيسة، راح للقس بتاعها قال له يا باشا انا هعمل ذنب كبير وخلي الرب يغفر لي، انا هقتل 3. وخد بعضه ومشي. والطيب قوي يا جلال. هنا راح لصاحبه بعد ما سأل عليه مجيش، قال له فين ابني يا مجيش؟ فين المجرم بتاعنا؟ قال له سامحني يا صاحبي، ابنك بقى ظابط. بقى ظابط؟ قال له بقى ظابط بيقوم العدل في البلد. قال له يعني كده انا هحارب الناس دي لوحدي. طيب ماشي، انا مش عايز حاجة منكم كلكم، خسرت مراتي في الاول وابني دلوقتي وكمان خسرت صاحبي. انا هحارب الناس دول لوحدي وهقتل ال3 دول بأي شكل من الاشكال، واللي هيقف في طريقي هفرغ المسدس ده فيه. وهنا عمال يفتكر في ابنه وفي مراته ويقول لا حول ولا قوة الا بالله. والمعلم فيجي عايش حياته مع مافيتا دي البت حبيبته بنت المفاوض. وراح ديفيد لقبر مراته يزورها بعد ما خرج وعمل اللي عمله. بيبص فجأة كده لقى ابنه فيجو قدامه، هو عرفه وقعد يتكلم معاه لكن ابنه ما عرفوش. وهم هنا قاعدين بربطة المعلم. راح القس قال لهم خلي بالكم في واحد جالي وقال ان هيقتل 3. المجرم ده انا معرفوش وما شفتوش. فيجي قال له ما تقلقش هنعمل اعلان في الجرايد ان احنا عرفنا مين هو ده، مين هو الشخص المجرم والقاتل، فهيضطر يجي الكنيسة عشان يقتلك فنقبض عليه. هنا المعلم فيجي ناوي النية السودة، لقى المعلم ديفيد اللي هو ابوه متنكر في زي وراح له قال له انا عايز اقابل المفوض في امر هام. قال له قول لي، قال له ما اقولكش. وفعلا خدوا على المفوض. وهنا عرف ان المعلم ده
هو الضابط اللي شهد عليه بالزور ودخله السجن. هنا الواد فيجي بيسجل كل الكلام اللي بينهم. جه المعلم ديفيد قام من مكانه وخنق المفوض ده، وهنا علقه في المروحة وقلعه هدومه وقال له مش هسيبك، انا مش هسيبك الا ما اخلص اللي قضى واللي ماضي. قال له يا عم انا اتغيرت، قول لي وانا اساعدك. قال له والله ما هيحصل. شوفوا لابسين بوكسر حتى من ايام الهكسوس، بوكسر كستور. هنا المعلم فيجي عمال يسمع المكالمة، لكن اتصلت بيه البت حبيبته بتشتغله. قال لها اقفلي دلوقتي عشان يشوف الشغل اللي ورايا. عرف هنا ان المفوض في مصيبة، جري عشان يكسر الباب يخش عليه، شد الحبل اتشنق المفوض ومات. وطبعا المعلم ديفيد خد الموتوسيكل وطار، وهم قعدوا يجروا وراه عشان يلحقوه ما عرفوش. رجع الواد فيجي يسمع المكالمة، عرف ان هو كان راجل مسجون وقال له انا هخلص منك انت اللي سجنتني. فراح للسجن هيئة السجون، شاف الملف بتاعه وعرف ان كان في 3 قبض هم اللي شهدوا عليه بالزور. قال يعني شاف الصورة وما عرفش ان هو شبهه. ما علينا، نرجع هنا وعمال قاعد مع رؤسائه وبيقول لهم على الخطة اللي هو هيعملها عشان يقبض عليه. قال له ماشي معاك كل الصلاحيات. راح المعلم ديفيد المستشفى عشان يموت الدكتور. راح له الواد فيجي قال له انت في خطر، تعالى معايا. خرج ديفيد من المستشفى لقى البت دي واقفة. بنت مافيتا بتقول له انا بنت مفتش الشرطة، وقف في المكان اللي انا عايزاه. اتصل بيهم بالتليفون بالمفتش الشرطة وقال له انا خطفت بنتك، الموضوع منتهي ولازم اقتل المجرمين اللي عملوا كده في مراتي. خد الواد فيجي التليفون وقعد يتكلم معاه. قال له صدقني انا هقتله النهارده وانتوا واقفين مالكوش ريحه اللازمه. وقف في عماره قصاد بيته بالظبط كده ومسك البندقيه القنصه عشان يضربه. جه الواد فيجي طفى النور وانقذه. الواد ديفيد قام جاي رامي قنبله، طلع المعلم قاد النور ووقف في الشباك خد له الطلقه وخلص. مات الدكتور بالسلامه. كده هو خلص على الاتنين، المفوض والدكتور، وجاي يهرب ويمشي. جري الواد وراه. الواد فيجي قال يعني ديفيد ضرب فيجي، العجوز ضرب الصغير. وهنا فيجي هيقع، قال له خد الحبل امسك فيه. قال له لا انا شريف وعفيف ومش ممكن اقبل منك المساعده. وطلع لوحده. برافو عليك يا واد يا فيجي. هنا الواد ديفيد بيفكر في البلوه الثالثه ازاي يخلص منها. رجع المكان اللي كان خاطف فيه البنت، لقى مستخبيه، ضربها قلم، لقى السلسله اللي هي لابساها فيها صورة الواد فيجي. عرف انها حبيبة ابنه فمرضاش يضرها. وفي الاخر قال لها خد يا بنتي شيل الدم اللي على وشك ده وامشي مع الف سلامة. وحكى لها القصة كلها وقال لها ان مراتي حصل فيها كذا وكذا واغتصبت وانا بنتقم من الناس دول ومش هسيبهم الا ما اخلص عليهم. طبعا تعاطفت معاه جدا، حقها بنت محترمة ملهاش في الكلام ده كله. الواد فيجي عمال بقى يتنطط وقال لهم انا مش هسيبه. قال له خلي بالك ديفيد ده صاحب ابوك اللي رباك وهو بيعمل كده وابوك بيساعده، فخلي بالك من القصه دي كلها. في الوقت دوت راحت البت مافيتا لصاحب باباه مجيش اللي رباه وقعد يحكي لها القصه كلها. فهنا فيجي بيسألها على مكانه، قالت له كانت عينيا مستخبيه ومتغطيه وحاطط حاجه سودا على عينيا ما شفتوش معرفش المكان. وهنا الواد رجع البيت وابوه عمال يكلمه اللي هو رباه وقال له بقول لك يا ديفيد لازم تسيب المكان ده كله، ابنك هيروح في داهيه لو عرف ان امه اغتصبت. بيتفاجئ ان الواد اللي قدامه فيجي مش ديفيد وكان متنكر ولابس باروكه وشكله صعب جدا. هنا قبضوا على مجيش لانه كان بيداري على المجرم دوت يعني متواطئ. وهنا راح فيجي المفتش العام وقال له دي استقالتي لان انا كده هنتقم من الناس دول ومش هسيبهم. قال له يا فيجي عقل انا هفتح القضيه تاني واجيب لك حقك. راح لقبر امه عشان يزورها ويعتذر لها لانه ما كانش يعرف حاجه. يبص لقى ابوه ديفيد قدامه. قال له اهلا يا باشا، الاول تعال نصلي على امك يا حبيبي. قعدوا صلوا عليها وقال له انا مصر امشي في طريقي. قال له وانا هقف ضدك مش هسيبك تعمل كده. وتحدوا بعض غير فيلم الظالم والمظلوم. وهنا رئيس الحزب بقى وزير ورجع عرف ان اللي خرج من السجن ديفيد وهيقتله على البلوه اللي عملها. ديفيد هنا ماشي في المجاري بيجهز قنبله عشان يحطها تحت عربيته وهو جاي من بعيد. شاف العربيه وفعلا بيجهز نفسه وطلع
وقف ومسك القنبلة وقام جاي لازقها في العربية من تحت، لكن الواد فيجي شافه، جري خد القنبلة ورماها بعيد، انفجرت بعيد ونزل المجاري عشان يقبض على أبوه. فضلوا يضرب هو والشرطة ببعضيهم، وفي الأخير طالع المعلم ديفيد على المواسير بعد ما ولع في المكان عشان يقدر يقتل الظالم الوزير الظالم دوت. جه الواد فيجي قال له اقف يا حاج، ما وقفش، قال طب خد دي، وقام جاي مديله طلقه وموقعه على الارض. مات المعلم ديفيد نهايه غير سعيده بالمره، واللي قتله ابنه شاله على كتافه وخرج، معرفش خرج بيه ازاي من البلاعه، ما علينا. واقف بقى والوزير قدامه مبسوط جدا، بيقول له متشكر يا باشا، انقذت حياته وبيسقف. فجأة لقى المعلم ديفيد بيتقلب قدامه وقام جاي مديله طلقة في أم نافوخه، قتله وخلص عليه ومات هو كمان وارتاح. ودي كانت نهاية الفيلم. أرجو أن تكونوا قد استمتعتم بالملخص والتعليق عليه، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. دمتم في أمان الله. باي يا بشر.